عودة قوية لرئيس الفاف السابق محمد روراوة لخدمة المنتخب الوطني الجزائري. لنتابع التفاصيل. عاد رئيس الفاف السابق محمد روراوة ليلعب أدوارا إيجابية لصالح المنتخب الوطني وبمنصب غير رسمي، من خلال نشاطه الدائم لخطف مواهب وإقناعها بتمثيل الخضر. وكشفت مصادر إعلامية بأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق الحاج محمد روراوة كان له الفضل في القرار الذي اتخذه سامي تلمساني حارس مرمى نادي تشيلسي القاضي بتغيير جنسيته الرياضية من المغربية إلى الجزائرية. وأكدت ذات المصادر بأن محمد روراوة هو من تواصل مع والد اللاعب سامي تلمساني فاروق وأقنعه بأن يلعب ابنه لصالح المنتخب الوطني الجزائري. وأضافت في السياق نفسه أن الحاج محمد روراوة تواصل مع رئيس الفاف الحالي جهيد زفزاف وأكد له على رغبة سامي تلمساني في اللعب لصالح الخضر، ما جعل رئيس الفاف الحالي يرسل وثيقة للاعب تشيلسي من أجل الإمضاء على رغبته في تغيير جنسيته الرياضية واللعب لصالح الخضر. فرغم إغراءات الجامعة المغربية لكرة القدم للحارس سامي تلمساني باستدعائه في وقت سابق لتربص المنتخب الأول المغربي في عهد التقني البوسني وحيد حاليلوزيتش الذي كان يشرف على العارضة الفنية لأسود الأطلس قبل إقالته من منصبه، إلا أن حنكة رجال الجزائر أكدت جدارتها، وتمكن الحاج محمد روراوة من إقناع الحارس سامي تلمساني من التراجع عن تمثيل المغرب والعودة إلى أحضان بلد والده الجزائر.